لو انت محتواك جامد جدا بس مفيش مشاهدات يبقى في حاجة غلط في قناتك. وانا جايب الفيديو ده اقولك على 7 نصايح بسيطة بس فعالة جدا، وممكن تزود لك المشاهدات بتاعتك حتى لو قناتك لسه جديدة. خليك معايا لآخر الفيديو لأن رقم 6 و7 هما المفاجأة الحقيقية. وعلشان ما نطولش على حضراتكم نبدأ بأول حاجة معانا. عايزك تختار فكرة فيديو عليها بحث، يعني ما تعملش فيديو عن حاجة الناس مش بتدور عليها. روح على اليوتيوب اكتبوا كلمات مفتاحية وشوفوا الفيديوهات اللي طلعت لك، لو عليها مشاهدات عالية يبقى انت كده على الطريق الصح. تاني حاجة ركز على العناوين والصور المصغرة. العنوان لازم يكون جذاب وفي كلمات بحث الناس بتدور عليها، والصورة المصغرة لازم تبقى ملفتة، مش لازم تبقى فن وفوتوشوب. المهم انك تخلي اللي يشوف يقول انا لازم اضغط على الفيديو ده مهما يحصل. اما تالت حاجة، بداية الفيديو اهم من اي حاجة. اول 30 ثانية بيحددوا ان كان المشاهد يكمل معاك ولا لا. خليك سريع، ادخل في الموضوع على طول زي ما انا دخلت بالفيديو ده، وابعد عن الرغي الكتير. اما رابع حاجة وهي اتكلم وكأنك بتكلم صاحبك. الناس بتحب الاسلوب الطبيعي، ما تبقاش متصنع، ما تبقاش روبوت. واللي مش هيحبك مش مهتم، اللي مش هيحبك مش مهتم. اهم حاجة تسيب بصمتك ليهم وبس كده. وطبعا الفكرة رقم 2، ركز على العناوين والصور المصغرة اللي قلتها لكم قبل. انا حابب اقول لك لو حطيت عنوان وصورة مصغرة ملهاش دعوة باي مكان، اعرف انه انت محتواك ممكن اليوتيوب يخالفه. فنصيحة مني، حاول على قد ما تقدر انه العنوان يكون مقارب للصورة المصغرة ويكون مقارب ما داخل الفيديو، علشان اليوتيوب لما يجي يقارن ما يقولش العنوان ملهوش دعوة، وانت كده بتكون مثلا خلينا اقول لك مخالف، او بتكون زي النظام بتجذب المشاهد، فده محتوى خادع. اليوتيوب بيعتبرك خداع، محتوى خادع. خليك دايما بسيط وسهل، ونفس الكلام اللي يكون في الفيديو يكون على الصورة المصغرة والعنوان. اما سادس حاجة التفاعل. اسأل سؤال في اخر الفيديو، خليهم يكتبوا رأيهم. التفاعل بيكتب الفيديو في التشريحات وبيرفعه، والريتش بيعلى وبيتصدر في نتائج بحث كتير، وبيخلي الفيديو بتاع حضرتك يتصدر في نتائج البحث. كتير منا لاحظ افتتاحية القناة، افتتاحية القناة، افتتاحية القناة، افتتاحية القناة. كتير منا كل ما تدخل على اليوتيوب تلاقيه بيقول لك افتتاحية القناة. طب افتتاحية القناة دي جاب كام مشاهدة؟ افتتاحية القناة ده بيكون جايب لك 50,000، 100,000. في فيديو وصل مليون اللي الناس كلها اتكلمت عنه، في فيديوهات جابت 2003. فحب اقول لك طبعا اذا انت قناتك مهاش متفاعلة او الحركة ميتة فيها، انت ممكن تحييها بافتتاحية القناة. بس عايز اقول لك مش تحييها بافتتاحية القناة وترجع تموت تاني، لا، احيي وكمل على طول. دي اول حاجة. تاني حاجة، انت بتتساءل هو ليه افتتاحية القناة؟ اليوتيوب طبعا حابب انه يوصل الفيديو ده ويخلي الريتش بتاعه عالي ويظهر للجميع، فقال انه اي شخص يسجل بافتتاحية القناة انا هرفع له محتواه وهخلي الفيديو بتاعه ينتشر. ما بالك القناة لما الفيديو ينتشر والناس يشتركوا فيها، ما بالك القناة خلاص القناة بقت معروفة. فعلشان كده خلي محتواك زي كده. المحتوى اللي انت بتعمله اول باول حاول انك تهتم وتخلي الناس تتفاعل معاك علشان الريتش بتاع الفيديو ده يعلى ويوصل للجميع زي ما فيديو افتتاحية القناة وصل لك. اما سادس حاجة، عايزك تتابع الاحصائيات وتتطور. خش على اليوتيوب استوديو وشوف الفيديوهات اللي جابت مشاهدات واعرف ليه وعلى ايه واسم الفيديو، وحاول عدل على اللي جاي، لان كل فيديو هو تجربة جديدة. انا بقول لك اعمل الفيديو اعادة تدوير، مش مثلا انك تجيب الفيديو ترفعه مرة تانية، لا اطلاقا. خلي نفس الفكرة بس بطريقة مختلفة علشان نجاحك يزيد وتنجح اكتر واكتر. تمام كده؟ فحاول على قد ما تقدر انك تعيد تدوير محتواك، وكل شيء طبعا هيكون تمام معاك. واهتم بأهم حاجة، اهم حاجة قبل ما اقول لك الفكرة رقم 7، اهم حاجة اهتم بالكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية اللي هتضيفها في علامة التاجز، علامة التاجز الهاشتاجات. طبعا علامة التاجز انت ممكن تواجه مشاكل كتير، يعني زي ايه؟ اول مشكلة
انت ممكن تبدا وتضيف كلمات مفتاحيه بس مثلا ملهاش دعوه بالموضوع، زي مثلا تقول الطبخ عليه كلمات مفتاحيه، الروتين اليومي، الربح من الانترنت، الربح من اليوتيوب، دي كلها كلمات مفتاحيه. الربح من الذكاء الاصطناعي، كورس الذكاء الاصطناعي، حاجات كتير عليها كلمات مفتاحيه. طب انا احطهم كلهم؟ لا، ما تحطهمش كلهم. انا عايزك تحط الكلمات المفتاحيه المقاربه لمحتواك بس كده. خليني اقول لك مثلا انا بقدم محتوى الربح من الانترنت، اوعى تضيف كلمه مفتاحيه بتتكلم بالطبخ، انت تضيف كلمه الربح من الانترنت، افكار مشاريع، كل المقارب للربح. الربح من اليوتيوب، اما تقول الربح من الانترنت الفيديو وتضيف طبخ، فانت في نتائج البحث بتاعت الطبخ طبعا هتظهر الفيديو بتاع الربح من الانترنت، فكده هي حاجه كويسه، بس انت هتلخبط الخوارزميات بتاعت قناتك واعدادات قناتك واليوتيوب وكل شيء. فانت لما تكتب حاجات تخص الطبخ حط الطبخ، وحط كل ما يلزم الطبخ. تضيف مثلا كلمات مفتاحيه او الفيديو بيتكلم عن الربح من الانترنت، حط كل شيء بيتكلم عن الانترنت. هتضيف مثلا فيديو بيتكلم عن الربح من اليوتيوب، ضيف كل شيء بيتكلم عن اليوتيوب. فطبعا الكلمات المفتاحيه بتعلي من الريتش بتاع قناتك وتخلي تتصدر في نتائج البحث، وهي دي ميزتها. طبعا اما الفكره السابعه اصبر وكمل. طبعا انا بقول لك الفكره السابعه ممتازه جدا، ويوتيوب مش بيكفي اول واحد، انا حابب اقول لك اليوتيوب بيكفي التاني والتالت واللي بيكمل، والتراكم هو اللي بيسبب في الاخر النجاح وبتكسب منه في الاخر. انت كل ما تتراكم بالفيديو بتاعك ما تفكرش انه الفيديو بتاعك مش هيجيب مشاهدات او اليوتيوب مش حاببني، بالعكس، انت المهم انك شغال على محتواك خلاص، والمهم انت بترفع في محتوى برضو خلاص، علشان انت شخص تكون شخص منضبط، وشخص زي ما بيقولوها مثلا عايز انه الشخص ده يكسبك. فانت عايز دايما ترفع في محتوى اليوتيوب وبحيث انه اليوتيوب يكسبك وانت تكسبه في الاخر وتاخده ربح باذن الله. فما ترفعش من اول فيديو وتقول مفيش مشاهدات، لا، انا عايزك ترفع باستمرار، ترفع باستمرار. ولو نفذت النصايح دي هتبدأ تحس بفرق كبير جدا في مشاهداتك. بس خليك فاهم انه الاستمرارية هي السر الحقيقي للنجاح على اليوتيوب. ولو عايزني اعمل لك فيديو مخصوص عن العناوين او الصور المصغرة او اي حاجة تانية اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك لان دعمك هو اللي بيخليني اكمل الصراحة. شكرا للجميع. وما تنسوش بقى انه رمز الفكرة هي المنصة التي تجمع بين الابداع وتطوير الذات والنجاح المالي. رمز الفكرة: فكر بذكاء واربح بجدارة. شكرا للجميع.